كتب كلمات هذه الشيلة الشاعرة الدكتورة رشا علي الفقيه الملقبة بزهرة اليمن، تعقيبا على رد الشاعر الإماراتي ناجح التليدي على الشاعر الماربي، والذي أثارت غضب الكثير من اليمنيين. قالت رشا بنت الفقيه المكرم أغلى من آل القاسم والمكتوم، مره وأبوها حر والناس تعلم إن اليمن وأهل اليمن سادة القوم، من جالنا بالطيب والسلم يسلم، ومن غزانا عادل الخلف مهزوم، عرب أصيلا خيرة أولاد آدم، وإحنا سبا وأحفاد حمير وجرهم، يا ابن التليدي قدر الشعر وافهم مباني ناس بشلة الفرس والروم، خذ مريمك لك عننا لو تكرم، واقرط لسانك واترك العرب محشوم، ألفي من الغزلان مليون مريم مثل الأفاعي ريقها سم مسموم، لكن على امثالك جسدها محرم، حمام صنعا ما تدور على القوم، ما تعشق إلا كل فارس مخضرم، من ثوبها لو كان في الخبط مرجوم، فارس يصد الجن بالليل الأظلم، يكره وجود العطر مدمن على الثوم، بدوية مده والغرام المحرم، لو راسها يصبح في السيف مقسوم، يظهر على هيئة محارب ملثم، خذها على يمناك في البرد والحوم، تدخل تخوض الحرب من دون محرم، في يدها جرمل بناظر مدعوم، وخلفها رجال راس معمم، مؤمن على ما عاهد الله ملزوم، قل للذي حلل لنفسه وحرم، ترى اليمن واهله من البغي معصوم، لكن بعض الناس ما